شوفي لما الافلام المصريه اللي اتصورت في اماكن الاثريه زي اجازه نص السنه وزي الحاجات اللي بتاعت فرقه رضا والحاجات الجميله دي، شوف انت ما بتشوفي وانت مصريه بتشوفي العظمه والاثار المصريه والجمال ده كله، انت بيحصل لك ايه؟ ده الشعور الوطني. الرسائل بتوصل لبره، السياحه بتيجي وبتنتعش، ناس بتحب انها تيجي تشوف هذا الكلام. واحنا الحقيقه مهم جدا جدا ان احنا لازم نؤكد على اهميه فتح الاماكن السياحيه والاثريه للتصوير، سواء للمنتجين المصريين او سواء للخارج. احنا عندنا الادوات دي، عندنا. وما يصحش انه لما يتعمل فيلم عن مصر ويبقى عايزين نشوف الهرم او ابو الهول عملوا ديكور يعني يروحوا يعملوه في المغرب يعني. طبعا اهلا وسهلا، كويس، شكرا للمغرب انها تعمل ده، بس احنا ليه ما يبقاش عندنا استديوهات حديثه ويبقى في عندنا تسهيلات لكل حد عايز يصور في اماكن سياحيه عشان الناس تشوف مصر كمان، لانه دي رساله مهمه جدا للدراما، انها بتوريكي البلد، الناس الاخرين بيشوفوا البلد شكلها عامل ازاي، وده جزء مهم قوي قوي في مساله الوعي اللي يحصل للناس، وعي السياحي والانتماء اللي بيحصل للمتلقي المصري، وايضا للي بره اللي بيشوفوا